Yemen senin, Yemen senin, çölün kumdan, çölün kumdan, ne istedin yar yar yavrumdan. Yemen senin, Yemen senin, çölün kumdan. كشعاع الضوء وامتداده المستقيم، تثبت أقوال المؤرخين وكتب التاريخ أن علاقات وطيدة ذات امتدادات عميقة لا تحصرها الألفية الأخيرة من الزمن كانت قائمة ومستمرة كقوام الضوء بين اليمن السعيد وتركيا. Türkler ile Yemenliler arasındaki ilk ilişki 1500 yılında Portekiz askerlerinin Yemen, Hindistan ve Arap Yarımadası'nı işgal ederek Müslümanları öldürmesi üzerine. وتعتبر الفتوحات الإسلامية بوابة العلاقات اليمنية التركية الأولى، فعلى أسوار القسطنطينية يوجد قبر أبي أيوب الأنصاري اليمني كشاهد على الفاتحين اليمنيين الأوائل ومشاركتهم في نقل الحضارة الإسلامية ونشر الإسلام في تركيا. العلاقات اليمنية التركية الثنائية بدأت في 1543 أكثر من 600 سنة. ولا تكاد تخلو ذاكرة مثقف تركي من اسم أويس القرني اليماني صاحب البشارة النبوية، والذي يحتفظ الأتراك ببردته إلى اليوم في جامعة الخرقة باسطنبول. ومع ميلاد الخلافة العثمانية في عام 923 هجرية الموافق 1517 ميلادية، في عهد السلطان سليم الأول بالتحديد، أعلنت اليمن انضمامها لدولة الخلافة العثمانية مباشرة، ولم تلحقها باقي الدول العربية والإسلامية إلا بعد 30 عاما بعد أن دخلتها الجيوش العثمانية آنذاك. في هذا التاريخ وصلت طلائع القوات العثمانية إلى المنطقة لليمن بهدف حمايتها من تهديدات القوى الأجنبية. هذه القوى التي كانت موجودة آنذاك في المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وكانت تنفذ اعتداءات مباشرة بهدف السيطرة على اليمن. وكانت الدولة العثمانية تنظر لليمن على أنها البوابة الرئيسية للأرض المقدسة المتمثلة بمكة والمدينة المنورة، ولذلك حظيت اليمن باهتمام بالغ من الولاة والسلاطين العثمانيين على التوالي. طبعا كما تعرفون الدولة العثمانية كانت تحمي المناطق المقدسة، ولذلك تعتبر حماية اليمن حماية الإسلام. وتم تثبيت العلاقة أكثر إبان دخول الجيوش التركية إلى اليمن والدفاع عنها من محاولة الغزو والاستعمار الأوروبي، ونزول الحملة التركية إلى السواحل اليمنية بقيادة علي سعيد باشا، وفيها الآلاف من الجنود الأتراك الذين عاشوا في ثغور اليمن حراسا لأراضيه، ومنهم من توفي على ترابه. وتحكي المرثيات التركية رثاء الجنود الأتراك ورحلتهم الصعبة في تضاريس اليمن القاسية وعدم عودة الكثير منهم.
Osmanlı İmparatorluğu Yemen'den 1900'lü yıllarda çekilmek zorunda kalmış ve Yemen'i İmam Yahya'ya teslim etmiştir. Ellerinde bulunan silahları, ellerindeki silahları İngilizlere değil, Yemen'in o zamanki anlaşmayla Osmanlı İmparatoru padişah ile Yemen arasında İmam Yahya arasında yapılan bir anlaşmayla Yemen'in yönetimini İmam Yahya'ya terk etmiştir. وكانت للحقبة التاريخية الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر التي عاشتها اليمن في أحضان الخلافة الإسلامية العثمانية صبغة تركية محضة في جوانب عدة نقلها الولاة والإداريون والعسكريون الأتراك من عاصمة الخلافة اسطنبول إلى صنعاء لتخالط البيئة والثقافة اليمنية وتمتزج، وفيها تم تشييد الحصون والقلاع في المدن والأرياف وأعمار المنشآت التعليمية والعسكرية والدينية التي لا تزال معالمها قائمة إلى اليوم. تم إنشاء باب اليمن، هذا الباب العجيب الغريب الذي تم إنشاء على هيئة وعلى شكل بوابة قصر الخلافة في اسطنبول المعروف بقصر دلمة بهجة، وقد تم إنشاء من قبل البناء اليمني الحاج أحمد حسين قصعة الذي بنى هذا الباب وبنى العرضي وبنى دار الولاية. وعندما تم البناء وأكمل البناء استصدر الوالي المشير أحمد فيضي أمر وقرار سلطاني من الخليفة من السلطان عبد الحميد، وصدرت الأوامر التكريم البنائين اليمنيين وعلى رأسهم الحاج أحمد قصعة. اليمن عرضي واحد من 7 أراضين. اليمن عرضي، الحجاز عرضي، دمشق عرضي، مصر كل دولة قوية قضية العثمانية دولة مسلمة، شيء عظيم. أبي بنوا البكيلية مسجد البكيلية وهذا البنادي يشكها حكم المباني. وأفرزت تلك الحقبة وجود عدد من الأسر اليمنية ذات الأصول التركية الموجودة في مناطق يمنية عدة لا تزال تحتفظ بأصولها التركية وانتمائها لليمن. Ve bu ilişki sadece devlet adamlığı düzeyinde de kalmamış, Yemen'e Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen insanların birçoğu Yemenlilerle evlenerek Yemenlileşmişlerdir. Şu anda Yemen'de belki büyük bir kısmının Türk olarak yaşadığı Yemen köyleri vardır. مراد دحان سيف آغا من أبناء منطقة العود، مديرية قاطبة محافظة الضالع. تربطنا بالأتراك علاقة تاريخية حيث ونحن من أصول تركية، حيث كان جدي السادس عشر حسين سليم آغا أحد الحكام الذين حكموا المناطق الوسطى في اليمن في أيام الخلافة العثمانية، وذلك في عام 1210 هجرية، أيام الخلافة الوالي العثماني الذي كان يحكم في صنعاء سنان باشا. لقد خلف الأتراك الكثير من الآثار حيث ما زالت حصونهم موجودة، مثل الحصن الشهير الموجود في قرية الصوبة، والذي يتوسط 3 مديريات هي مديرية دمت ومديرية قعطبة ومديرية النادرة، الذي كان يحكم فيه جدنا آنذاك، وما زال موجودا إلى الآن، وما زال هناك موجود بقايا كرفانات وخزانات كانت تخزن فيها المياه في أيام الصيف، حيث كانت تمدهم بالماء طوال أيام السنة. ولا زلنا نحتفظ بمخطوطات قديمة تصل عمرها إلى 300 سنة، وهي موجودة لدينا. وكما أن الأسرة التركية التي انشقت عن الأسرة الأم وهي أسرتنا الآغا، أسر كثيرة تغيرت أسماءها بسبب قد تكون ظروف، قد تكون سميت بأسماء المناطق التي كانوا يقطنون فيها، وهي قد تصل إلى 30 إلى 40 أسرة.
Cumhurbaşkanı ve Türk heyetinin kaldığı otelin önünde bekleyen bu insanlar Türk asıllı Yemenliler. Biz sizi çok seviyoruz. İlk olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç görünüyor otelin kapısında. Biz Türk halkı çok saygı duyuyoruz. Ve onlar Arap halkı ve Filistin davası çok ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz. الشيخ محمد علي محمد التركي من سكان البيت التركي مواليد بيت التركي المحويت. Bizim atalarımız Türkiye'den gelmiş. Biz Türk'üz. Biz Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz. Türkiye'nin dünyadaki konumuyla gurur duyuyoruz. تحياتي عن عشيرة بيت التركي إلى كل أخواننا في تركيا. Cumhurbaşkanı burada olduğu için çok sevinçliyiz. Yemen'e geldiği için teşekkür ediyoruz. Türkiye asıllı Yemenliler olarak onlarla gurur duyuyoruz. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı otelden. Türk asıllı Yemenliler Gül'e büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Türkiye köyü halkı daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir fotoğrafını hediye etti. Gül, Türk asıllı Yemenlilerle tek tek tokalaştı ve bir süre sohbet etti. Türk asıllı Yemenliler karşılamaya hazırlıklı gelmişti. وأثناء الحدث الكبير المتمثل بثورة الربيع العربي وموجته التي جرفت بأنظمة الطغاة في الوطن العربي، كان الموقف الإيجابي الذي أدته تركيا في تأييد ودعم كل ثورات الربيع ووقوفها ومساندتها لصوت الشعوب العربية في تشييد سقف الحرية وترحيل الطغاة، فكان التأييد التركي لثوار اليمن المتمثل بإيضاح الموقف الرسمي الداعم ومنها اليمن عربية، مبررا على أن العلاقة المتينة التي بنتها تركيا مع اليمن هي بالأصل علاقة موثقة مع الشعب نفسه يمثلها الشعب ولا تحسب لأشخاص أو مجموعة بعينها. Yemen ile yeni alaka, Arap Baharı adı verilen bu yeni devrim ile birlikte Yemen'de yeni bir süreç başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yemen'deki bu sürece bakışı, Yemen'in bir an önce istikrarına kavuşması, Yemen'de sivil bir devletin oluşmasıdır. وما تلا موقف الحكومة التركية في تحمل تكلفة نقل ومعالجة جرحى الثورة في تركيا والاهتمام البالغ في علاجهم ورعايتهم، كل ذلك كان بمثابة إثبات حسن النية نحو جديد الثورة اليمنية ومواصلة لجسور العلاقة العريقة المبنية بين تركيا واليمن التي خلدها التاريخ ويواصل الحاضر بناءها دون توقف. Yemen, Türkiye Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl içerisinde her yıl 25 Yemenli ağır hastayı Türkiye'de tedavi etmek üzere bir anlaşma imzalamıştı. Bu hastaların büyük bir kısmı Türkiye'ye gitti, ameliyat oldu ve bunların bütün masraflarını Türkiye Cumhuriyeti karşıladı. Ve bu yeni yapılan bir anlaşmayla bu hastaların sayısı 25'ten bu sene 100'e çıkarılmıştır. Yani her yıl 100 Yemenli ağır hasta Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarıyla götürülecek ve orada tedavi edilecek. Türkiye Cumhuriyeti bu hastalardan hiçbir ücret talep etmeyecektir. Yemen'e Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgisinin önemini anlatmak bakımından Yemen'de TİKA koordinatörlüğünün kurulmasını da gösterebiliriz. Bütün bu ilişkileri düzenlemek bakımından وتربط اليمن وتركيا اليوم علاقات أكثر رصانة وتوثيق مستمدة من الماضي ومرتبطة بالحاضر، وأصبحت جوانب التعاون التركية اليمنية
كثيرة في مجالات متعددة رسمتها خطوات دبلوماسية بين البلدين، ونالت وجهها بعد زيارة رئيس جمهورية تركيا لليمن في عام 2008 ميلادية، التي تلت تبادل الزيارات لعدد من المسؤولين الأتراك واليمنيين. وكانت كلمة الرئيس التركي مفتاحا لبوابة الوطن الواحد بدون رسميات. اليوم سنوقع على اتفاقية إحداها في حقل إلغاء التأشيرات، ومع إبرام هذه الاتفاقية فسيتمكن المواطنون اليمنيون والأتراك أي الأخوة من الجانبين من تبادل الزيارات مثل ما كانوا يقومون بذلك في التاريخ، واحتضان بعضهم البعض من دون وجود عائق التأشيرة فيما بينهم. وتبرز عدد من الوثائق والبروتوكولات الموقعة بين البلدين التي تقدر ب38 اتفاقية في الفترة الأخيرة من تسعينيات القرن الماضي، إلا أن التطور الملحوظ في العلاقة بين البلدين التي اهتمت بالجوانب التعليمية والطبية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ومنها معاهدات كان أبرزها إلغاء تأشيرة السفر بين البلدين، وصدور القرار الرئاسي للجمهورية اليمنية في تاريخ 10/2/2013 ميلادية بشأن إلغاء تأشيرة السفر على المواطنين الأتراك أثناء دخولهم اليمن. Ve bunun yanında Yemen ile Türkiye arasında güzel bir ilişki. Yemen ile Türkiye arasında vizelerin kaldırılmasına dair seyahat esnasında istenen vizenin kaldırılmasına dair bir anlaşma imzalanmış. Ancak devrim sebebiyle bu anlaşma mecliste onaylanamamıştır. Fakat son bir ay içerisinde Yemen hükümeti Türklere vize kolaylığı sağlamıştır. الحكومة التركية الجادة جدا في تطوير العلاقات الثنائية، وكل يوم أنا آخذ من رئاسة الوزراء التركية وأيضا من وزارة الخارجية التركية اقتراحات المشاريع المشتركة بين البلدين، وفي كل المستويات خاصة مستوى الوزارات العلاقات تتطور تزدهر وتكثر، وزيارات المتبادلة كثيرة، لكن نتمنى ونريد أيضا بعد الزيارات الفعل والتطبيق والعمليات الميدانية. وأنا أقول بفخر تركيا في الفترة الأخيرة جعلت اليمن من أهم الدول بالنسبة لها، ولا أقول أن هذه فقط بجهودي الشخصية ولكن بتوجه الحكومة في وسط اليمن لها مكان خاص في قلوبنا. اليمن بالنسبة لنا مختلفة عن العالم العربي كله، في قلوبنا لها في وصف خاص لا أستطيع أصفه، حتى في جانب فيه حزن فيه لكنه حزن يربط العلاقات. وتتطلع الحكومتان التركية واليمنية إلى خطوط أبعد ومساحات أوسع في مد جسور العلاقة الأخوية وتوسيعها، لتعبر عن أواصر العلاقة التاريخية والروابط والقيم التي تبرز الشعبين اليمني والتركي شعبا واحدا تجمعهم روابط الدين والثقافة. نحن نتمنى أن تنشأ اليمن وندعم أن تنشأ يمن كبيرة موحدة قوية، وهذا دعمنا الدائم لكل اليمنيين. الأمل الجديد إن شاء الله في الجيل الحديث وفي مستقبل العلاقات اليمنية التركية، خاصة في وجود القيادتين الرشيدتين والحكيمتين في البلدين الشقيقين الذي نتمنى والذي يحب الأتراك أبناء اليمن حبا خاصا، وكذلك أبناء اليمن فإنهم يقدروا أبناء تركيا ولهم معزة خاصة. وهنا لابد أن نمد أيدينا إلى بعضنا البعض، وأن نتخذ من هذه المعالم جسور للتواصل الثقافي والأخوي، ونعيد مجد الأمم من جديد.